يلا نسمي الله كده ونعمل صينيتين مكرونة تحفة جدا. واحدة باللحمة وواحدة بالفراخ بقى اللي احنا معصجينها نفس طريقة كده العصاج بتاع اللحمة. طريقة حلوة جدا هتعجبك جدا جدا. لايك وشير وسبسكرايب للقناة وما تنسيش تصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالى نعملها مع بعض سهلة وبسيطة. أنا سلقت المكرونة ونزلت عليها بحوالي يعني ما يعادل مثلا مجين كده من البشاميل وقلبتهم فيها كده. وعملت البشاميل كريمي وحلو جدا جدا ومظبوط قوي قوي. لو حابه الطريقه ان تخش على الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقي الطريقه تحفه وهتعجبك. او عصقت اللحمه زي ما انتم شايفين كده وحطيتها كده الصينيه ديت عليها ربع كيلو لحمه وبصلايه كبيره كده وعصرناها بقى ملح وفلفل وبهارات لحمة. لو انت حابة تحطي اي اضافات تانية هتضيفيها. هنا برضو الفراخ البانيه انا مسكتها فرمتها كده في الكبة ونزلت عليها برضو نص كيلو. نزلت عليه بصلتين كبار وملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ ومكعب من المرقة وعسكته وظبطته وحطيته كده الطبقات زي ما انتم شايفين. وانزل برضو ببقية الطبقات كده زي ما انتم شايفين البشاميل. خلاص هنعمل كده الطبقة ديت وبعد كده هعمل الطبقة التانية. وبعد ما عملت الصينية ديت لقيت شوية مكرونة فيه زيادة والصينية مش هتاخد الكمية كلها. جيت مفضية الصينية الطويلة ديت في صينية تانية. يعني كبرتها شوية. خلاص يعني حطيت الصينية فوقيها وجيت قلبها كده عليها وطلعت مظبوطة الحمد لله اهي. بصوا هنا بقى هنزل بقى بطبقة البشاميل زي ما انتم شايفين. البشاميل كريمي وحلو قوي وطعمه بجد تحفة ملهوش حل. حليب بقى وشوربة ومكعب المرقة ومعلقتين كده كبار من السمنة ملح وفلفل مظبطين وتظبيطة حلوة جدا بالدقيق اللي احنا حاطينه. وعلى الوش كده ننزل بشوية جبنة موتزاريلا ولو عندك جبنة رومي كمان حطي شوية هيخلي التست ملهوش حل. خلاص وفي البشاميل لو انت حابة تحطي علبة كريمة بقى لباني او كريمة بيتي او وش لبن في تلك الحالة تطلع معاكي تحفة. هنحطها في الفرن في الرف اللي في النص اول ما تستوي تاخد لون كده وعايزة نولع الشوايه نولع ما عايزتش بطلعها على طول بتاخد لها من تلت ساعة لنص ساعة في الفرن. بتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت. هي طبعا لسه سخنة هنقطع كده قطعة كده من الصينية دي. والصينية الصغننة دي انا اوديها لبابا لكن الصينية الكبيرة ديت احنا هنتغدى بيها. فانا قطعت لكم اللي هي الفراخ واللحمة سبتها زي ما هي ما فتحتش عليها. بألف هنا وشفا للي ياكل. بس بجد حلوة جدا وطعمها حلو. والفراخ بقى مش قطع فيها لا زي المفروم كده مغطية الطبقة كلها وحلوة. لو حابة تجربيها جربيها مش حابة اعملي القطع اللي انت بتحبيها وبجد مش هتندمي لو جربت الوصفة دي برضو هتطلع معاكي ممتازة جدا جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. مع السلامة.